إلى يوم الجزاء. أما بعد درس ما دو دواموي أم ببيجن دواموي أف بقولكي أم دبينكي أن الطبيعة تطلق على معاني، فمنها أن يقال إنها مبدأ أول لحركة ما يكون فيه وسكونه بالذات لا بالعرض. تمام. بالذات لا بالعرض. إذا معنى مبدأ عندما يكون فيه سكونه بالذات ما بنا تبقتن أمات لا بالعرضي. إذا معنى لا بالعرضي شوي بجي. تمام. ويراد بقول لا بالعرضي أيضا سواء كنت إذا ذكرني بقولي بالذات يجد معنى جب الله بالعرضي يجد معنى إذا ذكرني. ماله. أحدهما يكشوان هردو معنى أبا. أحدهما يجب بالقياس إلى المحرك طامة، يعني كو مبدأ أول لحركة ما يكون فيه ويكون سكونه بالذات لا بالعرض، يعني بقياس بالمحركة. تمام. يعني بقياس بالمحركة بالعرض نين بالذات. بله. يا معنى بالقياس إلى بالقياس إلى المحرك بقياس بالويفا بالعرضات شيء أبا أن الحركة الصادرة عنها أو حركات الصادرة بطبيعته لا تصدر بالعرض أو حركة صدوراوي عارضين بعرض، يعني مثلا بواسطة تشكيلين أمن تشكي دلاخة أو تشكي دلاخينة أو تشكي دلاخينة تشكي دبيرا دلاخة. مثلا وكي تشك وكي أرنك يا بيجن كحركة الساكن في السفينة، مثلا تجميل تغناها جيني أما الساكن في السفينة جميل هجينة تجدهش. أبيانا كاتشية أبيا حركة عرضية أجا إيه أبي طبيعته إيه جسمي أبيانا كاتشية أبيانا كحركة بالعرض لنا حركة بالذات. حركة بالذات يعني وكيكو مثلا جميل حركينا أو يا وكيوية نوكيكو جميجي دهندر مري دهندر ده ومرجي بيد هجا وكي هجا مربا دزكي جميدانين هجا ما بالعرض. أبو معناك بالنسبة إلى المحرك حركة ملك سفينة بالنسبة لبال آفيفا بالعرض، أما أساس وياخد أمبيشن ماكينة جميع دهجينة فقط مرجي بكتدا مرجي دهجا مر بالعرض. تمام. هذا بالنسبة إلى المحرك بو بالنسبة آفي، والثاني بالقياس إلى المتحرك بالعرضية بالنسبة لبال إيكو قبولة حركية الخطكة، وهو بالنسبة إلى المتحرك أن يقال أنها تحرك الشيء الذي ليس متحركا. الطبيعة تحرك الشيء الذي كحركة هشين أو تشركه ليس متحركا أو قبول حركة هناك بواسطة السكين يوجد كذا حركة أو دهجة مثلا بالعرض كالعرض متحركا شيء أن تحرك الشيء الذي ليس متحركا بالعرض أو أن تحرك الطبيعة تحرك الشيء الذي ليس متحركا بالعرض أو أبيك
دكا حركة أو تشتكو دكا حركة أما نبع عرضية بله أصلا تشتكي أما أبياجي بالعرض كذا حركته أرنك كسنة من نحاسي تمام مثلا بوتكي يكي تشكريا أمش كفر وسع وياج باقر وياج دمر شكريا مرق غايوي وي دمري وي باقري بهجينه اما شخرا باقر هجينه او بوت هجاندنه çünkü اوي كرنا بوت يا او هجاندنا بوت بواسطه چيه بواسطه هجاندنا دمره halbuki او دمرو او بوت يك فقط غايته كنت دمر بهجيني يبوك او بوت جوي دمري تشبيه دوستا كنت دمر هجه شخود بوتي براد هجه غايته هجانا دمره اما بوتي براد هجه ابيا بالعرض اما بهم معناه نيم هم ترسويد فإنه يتحرك بالحيث هو الصنم لا بالعرض بعرضك نحاس نينا فرق دبيك وهو أن طبيعة تحرك الشيء الذي ليس متحركا تمام تلك حركات أو تشتوي قبول حركات الخناق بالعرض مثلا وكي شيء كصنم من نحاس تمام صنمك أمن جب باقر شيء بيه فإنه الصنم يتحرك قبول حركات الخاء من حيث هو صنم حسيت الصنم ده قبول حركات بالعرض بواسطة نحاسية çünkü مرق نحاس أو يعني دهجينة فقط أو بود دهجة çünkü بود شنو حاصل شيء بي تمام شيء بو يا أبو ماله والطبيعة بهذا المعنى والطبيعة بهذا المعنى تقارب الطبع الذي يعم الأجسام طبيعة بذي معنى ويقع به معنى الضاويها ويقع به عامل تمام الجسماء تمام الجسماء كمان لا ملاك نمت قال جوابه ببيشم وليس والطبيعة بهذا المعنى بمعنى الضاوي تقارب الطبع الذي يعم الأجسام أو طبيعي تمام الجسمارة يكا عن إجسام ليس تبط يعني مثلا أساس طبيعتي ويتشيه إذنك بواسطة تشتي حركات كريني تفكى ببري حتى الفلكة حتى فلك يتكى ببري وربما يزاد في هذا التعريف قولهم على نهج واحد من غير إرادته تذكرني دبين جاء التعريف الأبياج دبيجن مبدأ أول لحركة ما يكون فيه وسكون بذاته لا بالعرض وننصر على نهج واحد من غير إرادته لسر أو أفيك تك طبيعته لسر تك ريكي بإرادة خو تكرني وحينئذ يتخصص المعنى المذكور بما يقابل النفس أو معنى مذكور تخاص كده بما مقابله شيء جانلية مقابله جانلية يعني جسم ونفس نصا يعني إيكو جانلي به أو على طريقة واحدة ومن غير إرادتنا بإرادة وانا وصادبن مثلا قياية دارة اشترى بجن زبزية ميوية فيكية تشتكو التعذير الشين به تمام اوانك سنجيكي واحدنا اما بإرادة خو وانتشاد وانا تشد به وذلك يحكم أوساط شدبه خاصة ما يقابل النفسية لأن المتحرك يتحرك إما على نهج واحد أو لا على نهج واحد طيب دورن مسن هذا بيتحرك çünkü هيك قبول حركات الذكاء أو حركات دبيال سن نهجك واحد يا نسن نهجك واحد وكلاما سن نهجك واحد سن نهجك واحد نبه
بإرادة أو من غير شب إرادة خود شنب إرادة خود يعني مثلا بإرادة خود يسقط جانبه يكون نب إرادة خود ويكون مثلا نباتات فمبدأ الحركة على نهج واحد ومن غير إرادة هو الطبيعة يعني زبزية فيكي أما يوه فانتشتان حي الدار برد شو تمام وبإرادة إجاب فمبدأ الحركة على نهج واحد من غير إرادة طبيعته وبإرادة هو القوة الفلكية قوة فلكية بإراداوية ما شاء الله يعني خدي وصاد بيتشكريه أو بإرادة خو بيوي حركتك يعني ومبدأها لا على نهج واحد مبدأ قوة فلكي نسد والنهجك واحدة نهجي يبرن يعني كيفيتي أم طمجي فهمناكن ما نكون دي أم نظام دوريه ومن غير إرادة هو القوة النباتية إكو إجا ومبدأ على نهج واحد ومن غير إرادة القوة النباتية سيدا ابن فمبدأ الحركة على نهج واحد ومن غير إرادة هو الطبيعة وبإرادة هو القوة الفلكية ومبدأ لا على نهج واحد ومن غير إرادة هو القوة النباتية فمبدأ على عطى سبيل مبدأ الحركة على نهج واحد ومبدأ لا على نهج واحد ومن غير إرادة هو القوة فمبدأ الحركة على نهج واحد ومن غير إرادة هو الطبيعة تمام وبإرادة هو القوة الفلكية ومبدأ على فمبدأ الحركة مبدأ حركة لا على نهج واحد فمبدأ الحركة على نهج واحد ومبدأ لا على نهج واحد ومن غير إرادة هو القوة النباتية تمام وبإرادة يعني ومبدأ على نهج واحد وبإرادة بيجا هو القوة الحيوانية قوة حيوانية مثلا حيوان هار بتشا بسكنة شو نبقوة أخويا نبإرادة أخويا كلب بجيب إرادة خودشة حيوان بجيب إرادة خودشة إنسان بجيب إرادة خودشة والقوة الثلاثة قوة الفلكية قوة النباتية قوة الحيوانية تسمى نفوسة نظيبا هسي رجل نفوسة قلت يعني هذا معنى الطبيعة أبا حيوانية وأبا نباتية قوة الفلكية قوة النباتية قوة الحيوانية تمام تمام فهذا معنى الطبيعة وأما القوة فقد ذكرنا أنها مبدأ التغيير تغيري من شيء في غيره من حيث هو غيره وأما القوة قوة الفلكية قوة الحيوانية قوة النباتية قوة فقد ذكرنا أنها قوة مبدأ التغير من شيء في غيره قبول تغير تشتكي أو تجد باشخاص يعني قبول التغير جاءنك تشدن أتكيلا مشتبه وفائدة هذا القيد من حيث هو غير كتبية أن الشيء الواحد من حيث هو واحد شيء واحد حسيتك واحدة حتى يوي يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا هم بك وهم قبولك نعم فاعل وهم مفعول به هم فاعل وهم مفعول به نعم مثلا الطبيب إذا عالج نفسه فلا يقبل العلاج من حيث هو الطبيب
انسان کی دکتور وقتا کو خود تداوی بکه او قبول علاج الخناقش حسد کو دكتوريتي بلكي قبول علاج تخش حسد کو نخش والحيثيتان حيثية طبيبيتي وحيثية تداوية يقتضيان التغير يعني جاب جدانه يك دكتورتيه يك شي نخشتيه نخشه ام بنسل او عباره مثل معنى كابو علي ابو علي السينا ابو علي الطوسي فقول الشيخ الجسم البسيط هو الذي له طبيعه واحده أبي قوله تعريف للبسيط تمام يعني جسم البسيط ونعني بالطبيعة له طبيعة واحدة بجه ما يعم الأجسام تمام جسمات غير هذا الجسم كين أشي جسم بوزنه أي هو الشيء الذي يكون المبدأ المذكور فيه واحدة ماله كمبدأ يتشبه مبدأ أول لحركة ما يكون فيه أو تمام أي هو الشيء الذي يكون المبدأ المذكور فيه واحدة نعم مبدأ مذكور واحدة إلا أن الأفعال الصادرة عنه واحدة مبدئيك أفعال الصادرة لا يا سيدان هي الشيء تمام دوره المذكور فيه واحدا لا أن الأفعال الصادرة عنه واحدة مبدأ واحدة أما أفعال نوع واحدة أفعال صادر بجينيك تمام مبدئيك أفعال نيك لأن الطبيعة الواحدة تتكثر أفعالها باعتبارات مختلفة كما ذكروا في هذا الفصل وزاده وضوحا طبيعتك واحدة قالك أفعال بشيدبن باعتبار الدقشك كما ذكروا في هذا الفصل سواء الفصل ذكر كبير وزاده وضوحا وزيادة بمسألة وطبيعته واحدة أفعال بروجي شيدبن هذا الزيادة ويكريه بقوله قلت ليس في تركيب قوي وطبائع تعريفها بيشين ده الجسم البسيط هو الذي طبيعته واحدة ليس فيه تركيب قوي وطبائع يعني تركيبها قوة لي وطبيعتي تننه طبيعت يك يعني أبي بسيط أبي تكفر شيء تك دمك طبيعت يك أما دم أفعال قلك فمثلا أم بن جزء أو كي داتيني جتنا كي جنم داتيني جي كوك شدبه أو شدبه جودة شدبه كل شدبن سنبل شدبه تنا شدبه تيشك شدبه دبه تنا عش دبه تدخوي تنيت كي عشي تدخوي دور مو من الطبيعة يك أما فعل قلك ليس فيه تركيب قوي وطبائع أي لا يكون مجتمعا من أشياء مختلفة يعني بسيطة جسم واحد جسم شيء مختلف ناطية ميداني لا شو؟ نقول جسم شيء مختلف ناطية ميداني تك بسيطة تك شيء أدي وهذا وضوحا بقول ليس فيه تركيب تتنى جسم واحد تركيب قوي وطبائع يعني معنى الشيء أي لا يكون مجتمعا من أشياء مختلفة لكل واحد من أجوان أشياء مختلفة طبيعة وقوة أخرى يسطرتني لا يكون مجتمعا من أشياء مختلفة لكل واحد من طبيعة وقوة أخرى وتركب من جملة يا قبي تركيب كني أجيب دسري من أوصى يا
وتلك من أتى جملة شيء واحد. وتلك كعبارة خفيشة. نعم. يعني ليس فيه تركيب قوي وطبيعي مقوي، أي لا يكون مجتمعا من أشياء مختلفة لكل واحد منهما طبيعة وقوة أخرى، وتلك من جملتها شيء واحد. وتلك من جملتها شيء واحد به أوانا تبقي هفدوش توبل وأوان تشتكي تاني بوسات تشكي ساتوني. أبي هي لسن نفيه أي لا يكون مجتمعا من أشياء مختلفة لكل واحد منهما طبيعة وقوة أخرى، وتلك من جملتها شيء واحد نينا، فإن مثل هذا يقابل البسيطة. يعني أبي مركب لقرش بسيطة. إجا إيمان بعضها بسيطة كنا مركب نينا. بل تكون طبيعة الأجزاء والكل جميعا طبيعتهم شيئا واحدا. شو يعني؟ طبيعة الأجزاء والكل طبيعة جزئي، يعني طبيعة آليوية دمارة، آليوية كوكا، بلا، زبزة، تشيشك فلان، طبيعة تمامي بدي سبب وطبيعة جزئات عينية. يعني اجبيرتك قلتن بسيط. قلتن بسيط لي. يعني أبيك طبيعة تمام أجزائي ويكبه. طبيعة أجزاء وأبي تمامي يك. أم دون أجزائي ويتنن بسيطة شون يعني. نوكم دون أجزائي ويتنن. أمن تك طبيعة جسمك بني. وفي تركيب ليس في تركيب قوي. تركيبة قوتلي تتنى. نوصل. ماله. تمام سيدا. خوزي بسن. أنا فاصلة سيدا. إيه تمام جزان. والطبيعة الواحدة تقتضي من الأشكال والأمكنة وسائر ما لا بد للجسم أن يلزمه، وتقتضي واحدا غير مختلف. والطبيعة الواحدة طبيعة واحدة تقتضي من الأشكال والأمكنة الشكلات المكانة وسائر ما لا بد للجسم تشتك جسمها لازمة عيني كيفية كمية. تمام. تقتضي أن ما لا بد للجسم أن يلزمه لازم جسمه ببه، تقتضي واحدا غير مختلف. تشتكي نم مختلف تخوض تاني تخواز. يعني تداري شغل داري دانيا في شغل داري تشتكي تاني تمامي جودي وبلي وشغلي ويجترى فيكي بقدر تخواز. تبجبوا في حركتين هنا. تحنار دانيا حنار تخوازه. مثلا شغل حناري. أفهم يعني أوان جياد لامية في جياني كاشين دبا أو جيتها قوة دقلا فلان بقلاش بقى حيوان ويبخو. يعني كي طبيعتك واحد خصها. طبيعتك واحد خص. تمام. ها هنا أعراض لا يمكن أن ينفك الجسم في وجوده عنها. ماله. لذا هنك أعراض هنا عادية هنا كجسم نابا كزوان أيرلمش أو يعني عرض جسمنا جسم جوان أيرلمش نابا إلا أو بجسمي رانا. ماله. مثلا كالعين. جسم ما تبي أين جسم الكيان. مكان. والوضعي. دورم. يعني وضعي شواية. دريشكريا راس البياج كولومبيا شوان. والشكلي. تمام. والكيفي. تمام. كيفيته والكمي. عدد وغير ذلك. وغير ذلك. تمام. وطبيعة الجسم لا محالة تقتضي من كل نوع شيئا ما على مصروف. نعم. طبيعة الجسم لا محالة تقتضي من كل نوع شيئا ما
على ما سيأتي في الفصل التالي لهذا الفصل. من الجسم كي طبيعته تشكيل خاصة. طبعا من اوكي ولا. فالطبيعة الواحدة تقتضي من كل جنس منها هذا الجنس ذو طبيعتي تأخذ شيئا واحدا على نهج واحد. فلا يختلف اقتضاؤه بالأوقات والأحوال. اقتضاؤه بالأوقات والأحوال إلا إذا منع مانع من ذلك تبني بالتعميني. تدارع قفيشي صاني نوشا إني هرمي التعميني يا قفيشي بقول أما تمانع كيشيكيت تاني هرمي بوشاتي تنا تعمل من الشكوك يتكهرمي الشكوك يعني مثلا نظام نشتكنا هرمي يعني الشكوك يعني قفيشي تمثيلات مثلا يعني أبيات تعمدنش بيان نظام ما تمام شو تعمدن نظام تمام ما دام قصة بنا عبارة بدأ فيش تمام الجسم البسيط هو الذي طبيعته واحدة ليس فيه تركيب قوي وطبائع والطبيعة الواحدة تقتضي من الأشكال والأمكنة وصار ما لا بد منه أن يلزمه تقتضي واحدا غير مختلف. ما دام مسابقة فالجسم البسيط لا يقتضي إلا شيئا واحدا غير مختلف. نتيجة واحدة. نعم. أوان هالشي أبدأ بلد هالشي جملة نبو نتيجة جدا. نتيجة شيء جسم بسيط لا يقتضي إلا شيئا واحدا غير مختلف. شيء واحد مختلف خاص. بلى. هذه نتيجة لقول الجسم البسيط له طبيعة واحدة والطبيعة الواحدة تقتضي شيئا غير مختلف. آمين. ابني الجسم البسيط له طبيعة واحدة هذه عبارة أولى. عبارة أولى. والطبيعة الواحدة تقتضي شيئا غير مختلفين بني أجي والطبيعة الواحدة تقتضي من الأشكال والأمكنة شيئا واحدا غير مختلفين أجي ثانية. نتيجة نتيجة فالجسم البسيط لا يقتضي إلا شيئا واحدا غير مختلف. النتيجة. الفاضل الشارح قال هذا الحكم ليس بالنتيجة. فالجسم البسيط لا يقتضي إلا شيئا واحدا غير مختلف أبيا نتيجة بقوتنا بيشيني قياطة بيشيني. وأنا بالجملة أقول ليس بنتيجة لهما. قلنا الجسم البسيط له طبيعة واحدة والطبيعة الواحدة تقتضي شيئا غير مختلف نتيجة ويكون فالجسم البسيط لا يقتضي إلا شيئا واحدا غير مختلفين أبيانا نتيجة واحدة. الاحتمال أن يكون للبسيط قوة حيوانية. البسيط قوتك حيوانية تصدر عنه صادر ذوي قوة حيوانية بها تصدر عنه صادر بس بسيط بها قوة حيوانية أشياء مختلفة. مش قلت يتشتكي جد فايدة بأشياء مختلفة فايدة نابة. فايدة نابة إذا أبيك بها قوة حيوانية بقى قالك شيء فايدة الدنيا. مثلا لكن لما كان الحق أن البسيط العنصرية ليس ذا قوة حيوانية بسيط عنصري بس عناصر يعني آب وآخ وبا وآجر بسيط عنصري قوة حيوانية جوانا نينه قوة حيوانية جوانا تنه إيوان إلى دليل حيوان إلى دليل ولا تصدر عن الفلكية أشياء مختلفة. أشياء مختلفة شيء نابه. نابه إني صح هذا الحكم. أكو أم بيجن ما قلتش البسيط لا تقتضي إلا شيئا واحدا غير مختلفين بحكم صحيح ونتيجة. بلى. وأقول فاضل الشرع أو قلت يا أما أجي تشكيد بيش. بلى.
وضع المقدمتين المذكورتين ينافي هذا الاحتمال. أو هذو مقدمة عولنا يا الجسم البسيط له طبيعة واحدة والطبيعة الواحدة تقتضي شيئا غير مختلف. يعني ينافي هذا الاحتمال. هذه احتمالات أضع حيوانا نمبا دمه هذه احتمال إرادك. كما لأن قولنا القوة الحيوانية تصدر عنها أشياء مختلفة ينتج مع كبر القياس المذكور، وهي أن الطبيعة الواحدة لا تصدر عنها أشياء مختلفة، نتيجة ذلك أن القوة الحيوانية ليس بطبيعة واحدة. أمثال طبيعته واحدة خبر ددن حيوان طبيعته واحدة نك. وهذه النتيجة مع الصغر القياسي أن القوة الحيوانية ليست بطبيعة واحدة لقال وراي يشبهك، والطبيعة الواحدة تقتضي من الأشكال تقتضي شيئا واحدا غير مختلفين. وهو الجسم البسيط له طبيعة واحدة دجا. وهذه النتيجة مع الصورة القياسية ينتج أن الجسم البسيط لا يكون ذا قوة حيوانية. جسم بسيط جرى قوة حيوانية يعني هي ناطية آشابك بقوة حيوانية. قوة حيوانية جت قوة حيوانية جت لما أبينا كسر بسيطة لا حيوانية. كل بسيطة لا حيوانية بقى نتيجة جدت كذا. بس الله خير كثير. يا نوي.